عرس غير كل الاعراس اللي ممكن الواحد يسمع فيها. خليني اقول بالنسبه لإلي اول مره بسمع بهيك عرس. بتقولوا لي اسطوره فخم كتير، العرس ما في منه. لا، ما له علاقه العرس. العروس بدلتها الميك اب تبعها برنسيسة كمان، يا حرام العروس ما لها علاقه. دا جوبرت العريس عريس فرنسي، عرسهم كان ب 25 اكتوبر، عملوا عرس تجاري بامتياز. طلع سبوبه منيحه. شو عمل بالعرس؟ الناس ناطرينه ليطل عليهم العريس، واصحابه مثل العادي بينطروه مشان يدخلوه بالزفه. فايت عليهم لوحه اعلانات وماشيه. بتقولوا شو لوحه اعلانات؟ شوفوا المنظر. ما مخلى مساحه على البدله تبعيته، على جاكيت البدله، الا حاطط فيها اعلانات. شي شركات دهان، وشي شركات عقاريه، وشي شركات اسهم، وشي له علاقه بالبورصه. اخذ 26 شركه سبونسر، قال اخذهم بالعرس ليعوض المصريات ويظبط وضعه. عمل ارباح كثيره من وراء هالموضوع، وضحكته لهون مش لانه عرسه، ضحكته لهون عرف قد ايه دخل مصاري. يجي يقولوا له الف مبروك، يقول له 1000 سهم من هاي الشركه بتربح فيهم 10%. يا سيدي مبروك، خذ من هون انت، وبيطلع لك من هدول الدهانات 10 جالونات ببلاش. كان عم يعمل العرس ماركتينج. اخر واحد سلم عليه وقال له الف مبروك، قال له حبيبي اشترك بصفحه عمرو صباغ على الفيسبوك، انا كان هيدا عامل ليها فري لإلي. حبيبي هو، انا ما بدي احكي، اصحابنا احنا من ايام زمان. بتقول لي هذا عريس، بقول لك هذا فكر ابليس والله.